يا مساء الفل أو صباح الفل على حسب الوقت اللي بتشوفني فيه. بص يا صديقي، عايزك تتخيل معايا المشهد ده. انت رايح المطار، قطعت التذكرة، عديت من الجوازات، وركبت الطيارة بتاعتك ومستني تطير. الطيارة دي عشان تطلع من بلد وتروح بلد تانية بتتحرك بخطة عمل مسبقة وجدول دقيق جدا بالثانية. معروف هتقلع امتى ومن أي مدرج وهتهبط امتى وفي أي مطار، وعشان الخطة دي واضحة ومحسوبة الطيارة بتوصل لوجهتها بنسبة تتجاوز ال 95%. طيب تخيل بقى العكس، تخيل كابتن طيارة محترم لابس البدله وطلع الكابين، بس هو شخصيا مش عارف هو رايح فين. مسك المايك وبيكلم برج المراقبه عشان يطير، محدش بيرد عليه، او بيكتشف ان اصلا مفيش رحله متسجله للطياره دي النهارده. تفتكر الكابتن ده هيعمل ايه؟ هيقلع بالطياره على عماها؟ مستحيل. طب لو افترضنا انه اتجنن وطار بيها فعلا، هيفضل متعلق في الجو لحد امتى؟ ساعتين، ثلاثه؟ في النهايه يا اما الوقود هيخلص والطياره هتقع، يا اما هيضطر يلف ويرجع ويهبط في نفس النقطه اللي طلع منها بعد ما حرق بنزين ووقت ومجهود على الفاضي. انا ليه بحكي لك القصه دي؟ لان انا وانت وكل واحد فينا عامل بالظبط زي الطياره دي. لو عندك خطه مسبقه وواضحه بنسبه كبيره جدا هتوصل للمكان اللي انت عايزه، ولو ما عندكش خطه واضحه هتفضل واقف على الارض مكانك محتار وخايف تتحرك. ولو قررت تطير في الحياه عشوائي كده من غير ما تحدد وجهتك، هتلاقي نفسك بتهدر طاقه مرعبه ووقت غالي جدا، وفي الاخر هتقع او هترجع لنفس نقطه الصفر تاني. وهو ده يا صديقي السر، دي الشعره اللي بتفصل بين انسان ناجح وانسان تاني عايش يتخبط. عايز اقول لك يا صديقي، انا بيصعب عليا جدا لما ببص حواليا واشوف ناس قمه في الذكاء، شاطرين متعلمين وعندهم طاقه تهد جبال، بس للاسف فاشلين في حياتهم. ايوه فاشلين ومش عارفين ينجزوا حاجه. السبب مش انهم اغبياء او كسلانين، السبب ببساطه انهم ركبوا الطياره ومش عارفين هم رايحين فين. لو جيت سالت اي حد منهم انت هدفك ايه في الحياه، هتسمع اجابات عايمه جدا، كلام عادي جدا تحس انه طالع من كتاب تنميه بشريه قديم. هيقول لك عايز ابقى ناجح، عايز ابقى غني، عايز ابقى سعيد. ودول قلتها في فيديو قبل كده بس بقى اكررها تاني. خليني اصدمك واقول لك ان دي مش اهداف، دي امنيات. كلنا عايزين نبقى اغنياء ومبسوطين وناجحين. مفيش حد عاقل هيقول لك انا هدفي ابقى فقير وتعيس. الامنيات دي رغبات كل البشر بيشتركوا فيها، لكن مستحيل نصنفها خطة عمل. خطة العمل الحقيقية يا صديقي لازم تكون ورقة وقلم، جدول زمني، خطوات فعلية هتعملها كل يوم. من خلال خبرتي وتجاربي اكتشفت حاجة مهمة جدا: ضياع الهدف وانت لسه في بداية حياتك هو المتهم الأول في الفشل. الموضوع ملوش علاقة بالكسل قد ما ليه علاقة بإنك بتجري بأقصى سرعتك بس في الاتجاه الغلط، بتلف في ساقية وكل الطرق بتأدي للاشيء. الناجحين مش كده، الناجح بيصنع فرصته بإيده، بيبدأ مشاريع صغيرة، بيتحرك. الفاشل بقى بيستسلم لمصيره، بيقعد حاطط ايده على خده ومقتنع ان في حد تاني بيتحكم في حياته، وبيفضل مستني الفرصة الذهبية اللي هتنزل عليه من السما. الأسوأ من ده كمان إن في ناس قدراتها لسه في البداية، وبدل ما تطلع السلم درجة درجة بتبقى عايزة تنط لآخر السلم مرة واحدة، ولما بيقعوا بيصابوا بإحباط ويأس بيكسرهم. عشان أقرب لك الفكرة دي مش هكلمك تنظير، خليني أحكي لك قصة حقيقية لواحد كان عارف بالظبط وجهة طيارته فين رغم ان كل الظروف كانت بتقول له انت هتقع. اكيد تعرف النجم العالمي ستالون، بطل سلسلة أفلام روكي ورامبو. ستالون في بداياته ما كانش بس فقير، ده كان تحت خط الفقر. كان عايش في شقة مفروشة باردة جدا ومش لاقي ياكل، لدرجة إنه اضطر يعمل أسوأ حاجة ممكن إنسان يعملها: باع كلبه وصاحبه الوحيد ب$50 لواحد غريب عشان بس يقدر يشتري أكل يعيش بيه. بس ستالون كان عنده حاجة واحدة مخليه عايش: هدف واضح. كان عايز يكتب فيلم ويمثل دور البطولة فيه. فضل سهران ليالي يكتب في سكريبت فيلم روكي لحد ما خلصه. بدأ يلف بيه على شركات الإنتاج، كل الشركات كانت بتسخر منه ورفضوه عشرات المرات، لحد ما في شركة عجبها السكريبت جدا وقالوا له هنديك $125,000 ونشتري القصة. رقم خيالي، الواحد ما عندوش حق العشاء، بس هو قال لهم موافق بس أنا اللي همثل دور البطولة. الشركة رفضت تماما، قالوا له أنت وشك مش مألوف وطريقة كلامك غريبة، احنا هنجيب نجم معروف. ستالون رفض يبيع، رفعوا السعر ل250,000، رفض. وصلوا معاه ل$350,000. متخيل راجل باع كلبه عشان ياكل بيرفض $350,000 عشان هو مش عايز فلوس؟ ودي بنسميها الأمنية. هو عايز يبقى الممثل اللي بيعمل الدور ده، وده اللي بنسميه خطة وهدف. في النهاية الشركة وافقت تديله $35,000 بس وتخليه هو البطل. وطبعا الفيلم كسر الدنيا وبقى ستالون واحد من أساطير هوليوود. وأول حاجة عملها بالفلوس إنه راح اشترى كلبه تاني ب$15,000. لو ستالون كان هدفه بس المال كان خد ال$350,000 وخلصنا، بس هو كان عنده خطة واضحة وتفرد في هدفه وعشان كده وصل. طيب كلام جميل،
ازاي بقى انت تعمل خطة ناجحة وتطير بطيارتك صح؟ الناجحين بيركزوا على الهدف النهائي مهما وقعوا، عشان كده المشاكل بتبان قدامهم صغيرة وتافهة. الناجح بيبدأ من بكرة، الفاشل بيستنى التوقيت المناسب اللي ما بيجيش ابدا. عشان خطتك تنجح محتاج 4 حاجات اساسية. 1. وضوح الرؤية، لازم تبقى شايف انت عايز ايه كأنك بتتفرج عليه في شاشة. كل ما كانت رؤيتك واضحة كل ما كان التنفيذ أسهل والمشي في الطريق أسرع. 2. المرونة، خطة العمل مش قرآن، الحياة هتلخبط لك ورقك وهتطلع لك مطبات ما كنتش عامل حسابها. المرونة هي إنك لما تلاقي سد في طريقك ما تقعدش تعيط جنبه، تلف من حتة تانية أو تنط من فوقيه وتعدل خطتك من غير ما تغير هدفك الأساسي. 3. التركيز، الكابتن ما يقدرش يسوق طيارتين في نفس الوقت، وأنت كمان ما تقدرش تحقق 50 طموح عظيم في نفس اللحظة. ركز طاقتك ومجهودك على هدف رئيسي واحد. تشتيت المجهود هو أكتر طريق للفشل. 4. التفرد، ودي بقى اللي بتعمل الفرق المرعب. التفرد مش بس في طريقة التنفيذ، ده في الهدف نفسه. يعني لو شاب قال أنا عايز أتخرج وأبقى دكتور، ده هدف عظيم ومحترم، بس هو بيشترك فيه مع آلاف الطلبة. لكن لما شاب يقول أنا هبقى دكتور وهتخصص في الأورام عشان ألاقي علاج للمرض اللي والدتي توفت بسببه، هنا الهدف بقى فيه روح، بقى متفرد، بقى واضح، بقى نبيل جدا. وصدقني الشاب التاني ده هيوصل لمكانة الأولاني عمره ما يوصل لها. عايز أختم معاك بالخلاصة اللي لو طلعت بيها من الفيديو ده أنا هبقى مرضي جدا. لو أنت مش عارف أنت رايح فين يبقى أي طريق هتمشي فيه ملوش لازمة، وكل الطرق هتنتهي بيك للا شيء. النجاح مش سر سحري، هو ببساطة وضوح في الهدف ومرونة في التنفيذ. ما تخليش العقبات والمشاكل تعميك. الفاشل عينه دايما على الحفرة اللي في الأرض، بس الناجح عينه دايما على النجمة اللي في السماء اللي هو رايح لها. عشان كده بيعدي الحفرة وهو مش حاسس. حدد وجهتك، ارسم خطتك، امسك المايك بتاع طيارتك وقول لبرج المراقبة إنك جاهز للإقلاع، وأنا واثق إنك هتوصل. عايز أقول لك يا صديقي، وبس كده. ودي كانت حلقتنا النهاردة. فلو انت اول مرة تنورني في القناة فما تنساش السبسكرايب وتحط لنا لايك على الفيديو ده وكومنت حلو لو استفدت من الحلقة دي حاجة. اشوفكم على خير وربنا يوفقكم. سلام.